تتوقع سوق المقايضة الآن تخفيضات بنحو 40 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مع التركيز في المقام الأول على اجتماع السياسة المقرر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ومع توقعات تراجع البيانات الاقتصادية الأمريكية في الأشهر المقبلة، ذكر المحافظ في الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أن البنك المركزي يمكن أن يفكر في خفض تكاليف الاقتراض بحلول نهاية عام 2024. من ناحية أخرى، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، وفقا لما نقلته الوكالة، وهو أمر محتمل، خاصة أن الارتفاع في نمو أسعار المستهلك يبدو تحت السيطرة إلى حد كبير. وأكد محللو مجموعة غولدمان ساكس أن البنوك المركزية على مستوى العالم تراقب إجراءات الاحتياطي الفيدرالي عن كثب للتخفيف من تقلبات العملة، وإذ بدأت البنوك المركزية الأخرى إجراءات